مسيرة الدار الخضراء كانت مسيرة مربوحة، والآن حنا كنعيشوا وإياكم مسيرة التنمية ومسيرة الازدهار، وكذلك هذه المسيرة كذلك خايضة فيها المدير العام للأمن الوطني وحتى هي مندمجة فيها. وكما كتشوفوا أمامكم الآن هذه السيارة الجديدة اللي غنشوفوها في شوارعنا، وهي سيارة من الجيل الجديد، المركبات الأمنية الذكية لتعزيز الأمن الوقائي، كتوفر على أحدث التجهيزات التقنية والحلول التكنولوجيا للمراقبة بالدرون وبالكاميرات. ففيها عدد كبير ديال الكاميرات، كذلك فيها درون موصول بمختلف القواعد البيانات الأمنية، يمكن له يحدد الأشخاص المبحوث عليهم فقط اللي كيمر مثلا أمامكم سيداتي وسادتي، غيمكن له يتعرف على الوجوه ديال جميع الأشخاص، غيمكن له السيارة توفر وتستطع بأنها تعطينا شكون هما الأشخاص اللي مبحوث عليهم، وكذلك السيارات، وكذلك كتقوم بتصوير 360 درجة من جميع الجهات. هذه هي السيارة غيات، السيارة اللي غتدخل حيز الخدمة التجريبية لمدة 6 أشهر بالتعاون مع شرطة دبي، في انتظار تقديم المردودية ديالها وتقييم المردودية ديالها في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. إذا تحت ثقتكم سيداتي وسادتي كتشاهدوا سيارة غيات، السيارة اللي غنشوفوها ان شاء الله في شوارعنا. وهذا الشيء هذا هو الهدف ديال المديريه العامه للامن الوطني، هو توفير احدث التكنولوجيات من اجل تجويد الخدمه الامنيه للمواطنين المغاربه من طنجه للقويره ومن وجده للصويره، وكذلك لضيوف المملكه المغربيه. اذا هذه سياره غيات، السياره الحديثه والجديده اللي غتوفرها المديريه العامه للامن الوطني بشراكه مع شرطه دبي بالامارات المتحده، تحت تسويقاتكم سيداتي وسادتي. يلا